تخيل ست لا بتعرف تقرا ولا تكتب، والناظر طردها من المدرسة وهي طفلة عشان أبوها قاله بالحرف الواحد: أنا هاخدها تخدمني وتصب لي مية الوضوء. أنا كبرت يا ابني ومعيش راجل يسندني. الست دي كبرت وبقت أسطورة الغناء الشعبي في مصر إيه، في العالم كله. الست اللي بنتكلم عليها دي لما كانت بتسافر كانت بترقص مسارح باريس وهولندا، بس لما كانت بتخلص كانت بترجع تقعد في شقتها البسيطة في امبابة. عاشت طول حياتها تحب اللبس والغوايش والشياكة، وعانت من قرايبها اللي كانوا شايفينها على طول بتعمل حاجة عيب وبيستعروا منها عشان بنت وبتغني، لحد ما بقت هي اللي ستراهم ومأكلاهم من عرق جبينها. مين هي جمالات شيحة؟ وازاي اختها الصغيرة كانت بتخاف من نظرة عينيها على المسرح؟ ومين اللي سماها أم كلثوم الشعبية؟ وليه كانت بتقول على الغنى إن أكل العيش مر بس أحسن ما نعمل حاجة تغضب ربنا؟ أنا محمد وده برنامج كوكتيل. اتقل معايا وهتعرف الحكاية. خش يا ابني بالانترو. واطلع له القطيفي النظرة الشريفي شوفها من عيني. في الشرقية اتولدت جمالات في بيت غرقان بالموهبة والفن. أبوها وأمها كانوا بيرسموا أجواء بهجة ومواويل في البيت، هي تغني والأب يرد عليه. أبوها كان بيحبها أوي هي وأختها، ودايما كان يجيب لهم أحسن لبس ويسيرهم أحسن صيغة، بس كان شايف إن جمالات دي بالذات صبيانية وبنت ب100 راجل، والأهم من كده صوتها ألماظ. أبوها مستحملش تبعد عنه كام يوم لأنها كانت بنت وسط 10 إخوات، وكلهم مع الأسف ماتوا في سن صغير. مبقاش غير جمالات وأختها الصغيرة رضا اللي ساعدتها كتير في مشوارها الفني، فهو مكانش حيلته غير البنتين دول. صحي الأب تاني يوم راح المدرسة، قال له حضرة الناظر معلش بنتي مش هتكمل تعليم، أنا محتاجها. قال له إزاي طيب الكلام ده؟ معلش أنا ماليش ولد يسندني وأنا كبرت، محتاجة تصب لي مية أتوضى بيها، أحتاج إزازة مية تجيبها لي، أعمل إيه؟ وفعلا صمم وأصر ياخدها من المدرسة ومكملش تعليمها. خرجت جمالات فعلا من المدرسة للتفرغ والتام في خدمة أبوها، وفي نفس الوقت كانت تلف وراه من مولد لمولد وتسمع وتخزن ومن غير ورقة وقلم ولا تعليم. لكن الطريق ما كانش وردي زي ما انتوا عارفين، قرايبها كانوا بيستعاروا منها. ازاي بنتين يفضلوا يغنوا؟ عندنا الكلام ده عيب ما يصحش، دول ناس فلاحين طيبين من الشرقية. وهي دايما كانت بترد عليهم برد واحد: انتوا كلكم رجالة بتصحوا وتعزقوا في الأرض وتاكلوا من خير أرضكم، لكن احنا اتنين ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ سيبونا أغني أحسن ما أعمل حاجة حرام. ولما تدور الأيام وتطور في القصة زي ما هتشوفوا بعدين، الست اللي كانوا بيستعاروا منها دول هم كلهم اللي عاشوا في خيرها، وأبعد القرايب كان بيفتخر إن هو قريبها أو يعرفها. سنة 61 الحظ هنا ابتسم لجمالات شيحة لما فعلا رائد الفولكلور زكريا الحجاوي كان بيلف مصر بيستكشف مواهب، لحد ما لقاها هي وخضر محمد خضر وجابهم الاتنين على القاهرة، ودي ليها حلقة تانية بالمناسبة. وفعلا بعت لهم تاكسي كده ياخدهم من البلد اللي هم فيها ويجيبهم على القاهرة. والناس لما شافوا بقى التاكسي داخل البلد وياخد البيت قالك ايه ده؟ جمالات بقى يجيلها عربية عدت بالقاهرة تنقلها. بعد الحجاوي ما خد الاتنين دول أسس فرقة الفلاحين للغناء الشعبي ووظفها وعقده في الثقافة الجماهيرية ساعتها، ومن هنا انطلقت بالطبول والمواويل في مصر، ومولدها من طنطا لسيد البدوي لتسوق. جمالات بس ما كانتش بتغني، جمالات كانت قائدة. حتى أختها الصغيرة كانت بتحكي بتقول: جمالات هي اللي ربتني وعلمتني الغنى بالضرب، وعلى المسرح ما كانش حد يقدر يجرؤ بس يغلط وراه، بنظرة واحدة تخليك تعمل حمام على نفسك للآخر. ومن هنا قالوا عليها أم كلثوم الشعبية، لأن كانت قائدة على المسرح زي أم كلثوم. طول عمر جمالات عايقة وكيفة لبس، الناس كانت بتقول لها يا جمالات أنت عندك لبس لحد يوم من الأيام مش هتلحقي تلبسيه، وهي ترد كل مرة: أنتم عارفين أنا بحب أتشاي. لكن الشياكة والدلع ده كله كان وراه جرح كبير. لما كانوا يسألوها إيه اللي ركزت في الحفلة تقول بصوت مجروح إن الكلام اللي أنا بغنيه بيفكرني باللي حصل، راجل متوفي وابن متوفي، وهي لحد ما وصلت 80 سنة بتغني وبتجري على لقمة عيشها. جمالات لما كانت بتقول رسيني يا ساقية العذاب، فين اللي راح فين اللي هاب، قول لي اللي راحوا فين واشتكي الفراق لمين. ده ما كانش مجرد تمثيل، هي حياة عايشاها. ده بعد ما ابنها توفى في سن صغير وساب لها 10 أحفاد تهتم بيهم. رسيني يا سقيت عذاب، فين اللي راح فين اللي
الفراق بيمين. جمالات شيحة طول عمرها عاشت نفسها عزة عليها بس في نفس الوقت متواضعة، رغم إنها غنت مع علي الحجار ومحمد محي وفتحي سلامة ولفت مسارح أوروبا واليابان، إلا إن مستحقاتها يعني تقدر تقول كده ضاعت في دفاتر البيروقراطية والأغاني التجارية. في أواخر أيامها قبل الحلقة في 2018 في مايو كانت بتوصي محبيها والباحثين على التراث، أنت متخيل؟ بتقول لهم دايما إن هم يعملوا لها صورة وإن هم يهتموا بالتراث القديم عشان دايما يحسوا إن هي موجودة في وسطهم. وراح للجمالات شيحة عالمنا على العمر يا ناس 85 سنة، وراح للست الشرقاوية العايقة المدلعة الجدعة اللي شالت الفولكلور ومرضتش تغيره وحافظت على الفولكلور المصري بعقلها اللي يوزن دهب وصوتها اللي مفيش منه اتنين. لو عجبتك الحلقة الخفيفة دي متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.